كده ليه؟ مش عارف. كلمهم استعجلهم. ايوه صح، ازاي الفكرة دي كانت تايهة عني؟ يا تيمو، انت ازاي بتكلميني كده؟ وطي صوتك. ايوه كنت بتتفرجي على رقمي ومش عايزه تردي. انا يا اخي بطل بقى الشك بتاعك ده. طب يا حبيب قلبي، زي بعض. روحني بقى. يلا في داهيه. طب سلام. احمد ايه ده؟ في ايه؟ أكلمها ما بتردش عشان أقلق، وبعد شوية أكلمها وأنا مبرق، وناوي أديها كام كلمة يضايقوها، ترد عليا قال نايمة، دي قال نايمة وبتفوق. ألم وهدي نبضاتي اللي بتخبط، وأقول بيني وبين نفسي بتستعبط، عشان الوقت ده مش وقت نوم خالص. فقلت لازم أخلي دماغها تتظبط، وبسكت ساكتة فهماها فتتاوب، وتسألني انت فين أشغلها ولا جاوب، يفوق صوتها تقولي سؤالي ما سمعتوش، أقول أنا عند واحد صاحبي ما تعرفيهوش، ويلا نامي خدي راحتك، تقولي صحيت تجيلي ضحكة أكتمها وأنا في البيت، وأنا والله نفسي بجد أطمنها، لكن هي اللي بتخليني أجننها، بتخليني أجننها. وكم مرة أكلمها الرقم مشغول، وبستنى تكلمني انتظاري طول، وبعد ما فعلا أتضايق تكلمني، ساعتها موبايلي بيغيظها عشان مقفول، يبان عندي اتصلت كتير ورا بعض، بنام الضحك والفرحة بكون على الأرض، تجيلي رسالة كلمني عشان مقفش، أطنشها عشان فعلا ما بتهدش، تجيلي رسالة أنا خارجة وهتأخر، ما صدقهاش عشان الوقت متأخر شوية، يا تقولي كلمني عشان عايزاك، ولو طنشتها أكد في واحدة معاك، وبرضه عشان تضايقني تبعتلي سلام، أنا في البيت لكن هقفل موبايلي، وأنا والله نفسي بجد أطمنها، لكن هي اللي بتخليني أجننها، بتخليني أجننها. أكلمها ما بتردش عشان
شوية أكلم